هاي جايز وهلا فيكم في فيديو جديد في قناة فاشن رانت. اليوم راح نتكلم عن أشهر 9 فساتين وردية في تاريخ الأفلام. 1. أودري هابرن في فيلم بريكفاست at تيفانيز سنة 1961. على الرغم من ارتباط اسم أودري بالفستان الأسود الكلاسيكي المشهور، ظهرت لنا الفنانة الأنيقة والجميلة في عدة فساتين رائعة، منها الفستان بدرجة الورد الفاقع بطابع رسمي من تصميم صديقها المصمم جيفاتشي، واللي صمم كل أزيائها في الفيلم. تكلمت أكثر عن أزياء أودري في الفيديو الظاهر لكم فوق. لوك أودري عبارة عن فستان بقماش مطرز بتطريزات خارجية وكريستال، بطول تحت الركبة بتصميم كلاسيكي، واللي معروف أنه ستايل أودري بالفساتين، بالإضافة إلى فتحة رقبة مربعة مع ربطة فيونكة على الخصر. كملت اللوك بجاكيت بنفس اللون بأكمام متوسطة الطول، وما اقتصروا إضافة اللون الوردي على الفستان والجاكيت، لكن أضافوه حتى لتاج الشعر واللي كان مطعم بالألماس. 2. هرمايني في فيلم هاري بوتر and the Goblet of Fire سنة 2006. هذا الفستان اللي أبهر الكثير كان من تصميم المصممة الفرنسية جاني تيميمي. ظهرت الممثلة بفستان لأول مرة في الفيلم، وأبهرت الكل بالفستان الأنثوي اللي كان مصنوع من قماش الستان بقصة شبه مستقيمة، بالإضافة إلى كمام فلوي من قماش الشيفون بدرجة وردي أفتح، وكشكشة على كامل الفستان بالتدرجات الوردي بطابع الأومبري، وحزام بربطة فيونكة بلون وردي غامق بشكل يبرز الخصر. 3. مارلين مونرو في فيلم جنتلمان بريفير بلوند سنة 1953. تم تصميم الفستان من قبل المصمم الأمريكي ويليام ترافيلا، واللي عرف بتصميمه كثير من طلات مارلين. لون الفستان كان من درجات الورد الفاقع بتصميم مخصر على الجسم بدون أكمام، مع ربطة فيونكة كبيرة على الخصر، بالإضافة إلى قفازات طويلة بنفس اللون والكثير من الألماس. اشتهر الفستان لدرجة أن كثير قلدوه واستلهموا منه. كريستين دانست في فيلم ماري أنتوانيت سنة 2006. على الرغم من انتشار الفكرة المغلوطة، واللي هي أن الناس في القرن ال18 ما كانوا يلبسون اللون الوردي، وتقتصر ألوان ملابسهم على الأخضر، البنيات ودرجات الأزرق. درجات اللون الوردي والدرجات الفاتحة أو الباستيل كانت موضة، وصارت الناس تفضلها على الألوان الغامقة زي الأحمر. شخصية ماري الحقيقية واللي يتكلم عنها الفيلم بحبها للون الوردي، وخاصة خلال فترة شبابها. يقال أن هذه الدرجة بالذات من اللون الوردي ما كانت من الدرجات اللي استخدموها فعلا في القرن ال18، لكن استخدموها في الفيلم لإضافة قيمة جمالية وللتنويع في الألوان. تنوعت أزياء شخصية ماري من تصميم المصممة الإيطالية ميلينا كانونيرو خلال الفيلم، وكل فستان كان أحلى من الثاني. ظهرت أيضا بأكثر من فستان باللون الوردي، إلا أن الفستان بدرجة الورد الباستيل كان من أبرزها. تصميم فستانها بالقصة الفرنسية المعروفة مع الكورست، القطعة العلوية من قماش الحرير بخطوط بارزة مع قصة مثلثة أمامية وقصة رقبة مربعة، مع تفاصيل كشكشة صغيرة على الأطراف. الجزء السفلي أو التنورة بقماش الحرير السادة، بالإضافة إلى الريش عند الخصر وأطراف الأكمام. فن الريش هو اللي ميز هذا الفستان عن غيره، بالإضافة إلى إكسسوار الشعر بنفس لون الفستان مع الريش والورد. 5. ليلي جيمس في فيلم سندريلا سنة 2015. على الرغم من أن فستان سندريلا الوردي ما يعتبر الفستان الأساسي ولا يقارن بالفستان السماوي، لكنه مهم في القصة. إذا تتذكرون أنه كان فستان أمها القديم اللي ساعدوها العصافير تصلحه. بالنسبة لقصة الفستان تعتبر مشابهة شوي للفستان السماوي، واللي تكلمت عن المعاني الخفية لتصميمه في الفيديو الظاهر لكم فوق. عمدوا يخلونه بموديل قديم شوي بسبب أحداث القصة، لكنه ما يزال جميل. الفستان بدرجة الوردي الفاتحة من قماش التل بتصميم خصر كورست، أكمام منفوخة، قصة رقبة دائرية واسعة مع كشكشة. الفيلم كانت من تصميم مصممة الأزياء البريطانية ساندي بول. 6. مولي رينغولد في فيلم بريتي أم بينك سنة 1986. أتفق معكم، الفستان قبيح جدا، بس ما ننسى أن الفيلم كان في الثمانينات، وسمعة الأزياء في هذيك الفترة كانت مش ولا بد.
لكنه خدم القصة ووضح لنا أكثر عن صفات الشخصية ومستواها الاجتماعي. في الفيلم الشخصية جمعت بين الفستان اللي اشتراه لها أبوها مع فستان صديقتها، وغيرت التصميم بشكل يناسبها ويناسب شخصيتها المميزة. المضحك أن مصممة أزياء الفيلم مارلين فانس سوت نفس الشيء في فترة التجهيز للفيلم، أخذت فستان من محل وأضافت عليه فستان ثاني. إل وودز في فيلم ليجلي بلوند سنة 2001. ظهرت الشخصية في الفيلم بملابس وردية كثير، لكن من أبرزها الفستان اللي لبسته في قاعة المحكمة في أحد المشاهد، واللي خلتنا نشوف أن اللون الوردي ممكن يلبس في أي مناسبة. She's got a point. She's an icon. She's a legend. And she is the moment. أزياء الفيلم من تصميم مصممة الأزياء صوفي ديراكوف. كان اللوك عبارة عن فستان لحد الركبة بأكمام طويلة بتصميم سوارة من قماش الستان بدرجة أفتح، بالإضافة لقصة رقبة بشكل 7 مع قلابات، شريطة ستان مطرزة بكريستال، بالإضافة إلى كعب وشنطة بنفس اللون. حتى الروج والمناكير كانت وردي. طبعا أحد الصور النمطية للبنت الشقراء أنها غبية دلوعة وتحب اللون الوردي، ودايما نشوف هذه الصورة في الأفلام والمسلسلات. There's nothing I love more than a dumb blonde with daddy's plastic. لكن هنا حبيت كيف فريق العمل غير في الصورة النمطية، وبين لنا أن المرأة القوية والواثقة من نفسها مو مضطرة تغير من نفسها وتقلل من أنوثتها حتى توافق المعايير اللي يفرضها المجتمع. ثانية، ناتالي بورتمان في فيلم جاكي سنة 2016. نجحت مصممة الأزياء الفرنسية مادلين فونتين في تمثيل شخصية جاكي واختياراتها للأزياء، وخاصة البدلة الوردية الشهيرة. انشهرت هذه البدلة بالذات بسبب أن جاكي كينيدي كانت لابستها وقت اغتيال زوجها الرئيسي الأمريكي يوم 22 نوفمبر عام 1963. جاكي كانت جالسة جنب زوجها في سيارة مكشوفة لحظة اغتياله. بعد إطلاق النار على زوجها تناثر دمه على بدلتها، واللي رفضت تغيرها واختارت تظهر فيها للإعلام. كانت البدلة من تصميم شانيل، وبما أن شانيل ماركة فرنسية، وتجنبا للجدل اللي ممكن يصير بسبب أن زوجات الرؤساء مفروض يلبسون ملابس مصنوعة بس في أمريكا، تم استخدام قماش شانيل الأصلي لخياطة البدلة بنفس التصميم في أمريكا. يعتبر لوك البدلة الرسمية من قماش التويد من الطلات الكلاسيكية الرسمية. بدلة جاكي عبارة عن جاكيت بأكمام متوسطة الطول بتفاصيل باللون الكحلي وأزرار ذهبية، بالإضافة إلى تنورة بقصة مستقيمة لحد الركبة، وقبعة دائرية وقفازات بيضاء وكعب كحلي. البدلة الحقيقية مخزنة الآن في وحدة تخزين مغلقة خالية من الأحماض، بعد ما تبرع فيها العائلة للمحفوظات الوطنية بشرط تخزينها بدون عرضها للعامة. غريس كيلي في فيلم تو كاتش ا ثيف سنة 1955. تم تصميم أزياء الفيلم من قبل المصممة الأمريكية إيديث هيد، واللي كانت صديقة مقربة لغريس وتعتبرها مصدر إلهامها. تنوعت أزياء غريس في هذا الفيلم وتعتبر من أجمل أزياء الأفلام، بحيث تعطينا لمحة عن أزياء الخمسينيات الجميلة واللي تناسب شخصية غريس باعتبارها وريثة غنية. الفستان اللي ظهرت فيه كان باللون الوردي المائل المشمشي بدون أكمام، بطبعات باللون الأبيض في الجزء العلوي وكسرات في جزء التنورة. وطبعا ما ننسى الإكسسوارات، واللي كانت عبارة عن سكارف شيفون بنفس اللون، قفازات قيادة بيضاء وكعب قصير. وفي الختام اكتبوا لي تحت في الكومنتس أي فستان عجبكم أكثر. وشكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسون الاشتراك وشغلوا جرس الإشعارات حتى لا يفوتكم مزيد من مقاطع الفاشن.